سيبك من أي حاجة بتعملها دلوقتي. حارس عندوش 37 سنة، من دولة تعداد سكانها 156 ألف، بس طلع إكوادور من أمونديال تقريباً. إيلوي روم، اسم احفظه وحلينا وجعك بالرقم. 15 تصدية في 90 دقيقة، ده تاني أعلى رقم في تاريخ كأس العالم كله، وما حدش عداه غير تيم هاورد سنة 2014، وده كان لعب وقت إضافي كمان. كوراساو أصغر دولة تلعب مونديال في التاريخ، وأخدت أول نقطة ليها. أسطورة خلاص. وفي ماتش تاني أمانيا كانت خارجة من أمونديال، كيسيه حط آيفري كوست في مقدمة، والكاميرات بتصور ناجلزمان وشه أصفر، ونزل دينيز أونداف بديل، سجل 2، تاني هدف في الدقيقة 94. أمانيا في دور ال 32. أنا شخصياً مش فاهم ناجلزمان بيستنى إيه. أونداف في ماتشين 3 أهداف و2 أسيست، هدف كل 11 دقيقة لعبها، ومع كده قاعد على الدكة. ده اللي بيخلي شلاتربيك يتصاب ورجله في الجبس. القرار غلط. وبس استنى الجامد، اليابان النهاردة ضربت تونس في الدقيقة 4. كمادة تاني هدف ليه في تاني ماتش، والماتش ده مش أي ماتش، ده ماتش رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. 1000 ماتش وإحنا قاعدين نتفرج. وآخر حاجة هتصدمك، مونديال 2026 وصل ل100 هدف في 33 ماتش بس. ده أسرع مونديال يوصل ل100 هدف من سنة 1958، يعني من 68 سنة. بي بي سي بتسأل: الكرة الجديدة ولا فترة مياه؟ أنا بقول لكم الدفاعات بترد على التليفون. طب وانت اللي قاعد قدام موبايل ده، أنهي حاجة فيهم صدمتك أكتر؟ حارس كوراساو ولا أونداف ولا الرقم 100؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.